آدم بيدخل بيته ومعاه الدمية وبيلاقي إن الكلب بتاع بنته جاي عليه، لكن لما بيدخل البيت بيسمعهم بيحتفلوا بعيد ميلاده وهو أصلا ما كانش موجود معاهم، فما بيكونش فاهم اللي بيحصل. لكن المفاجأة لما بيبص عليهم من الشباك بيلاقي إن في واحد جوه بيكون شكله بالظبط وبيكون نسخة منه، وهو واقف وشايف الكلام ده بيتصدم وبيطلع مفتاح البيت عشان يدخل جوه ويشوف ايه اللي بيحصل. فجأة بيلاقي 2 وراه وبيمنعوه من الدخول، بيتعصب عليهم وبيكون عاوز يدخل يشوف في ايه وبيحاول انه يهرب منهم، لكن البنت بتلحقه وبتنط في العربية بتاعته وهو بيضربها وبيقول لها انتوا عاوزين مني ايه؟ هي بتقول له انا معرفش اي حاجة غير انهم قالوا لي اني لازم اخلص عليك. ولما بيسألها ايه السبب فبتقول له عشان هو شاف الشخص المستنسخ منه، والقانون بيقول طالما هو شاف النسخة بتاعته يبقى لازم حياته تنتهي. وكل ده بيحصل والناس التانية بيكونوا موجودين في العربية بيجروا وراه، لكن آدم بعد كده بيضرب البنت وبيوقعها من العربية، بس العربية اللي بتكون وراه واحد منهم بيكون عاوز يضربه بالنار. آدم بيقف مرة واحدة وبيوقعه قدامه.